بتيجي تعمل دايت وتوزن على الميزان وتلاقي وزنك مش بينزل، وبالتالي ده بيديك إحباط وحالة نفسية سيئة، وتقعد تحلف لما تطلع على الميزان: أنا منهار، أنا ما بخسش، أنا وزني ما بينزلش يا دكتور، والله ما لخبطت. ونبص في الورقة ونبدأ نراجع، وهديك أو هديكي وأقول لك اصبر شوية هنراجع سوا ونعرف المشكلة جاية منين. ونتفاجئ إن أنت بتقول لي أنا خدت بس شوية مثلا بطاطس شيبسي كده، أو خدت مثلا كيس مش عارف مقرمشات، أو مش عارف دخلت مش عارف. الحاجات دي يا جماعة مش قصة سعرات. لو بصينا للكيس اللي احنا خدناه ده اللي فيه مقرمشات أو بطاطس محمرة، ده بيديني طاقة عالية بيقابلها إن أنا خدت خضار والسلطة والبروتين بتاعي والرز. بالتالي أنا لغيت الأكل بتاعي الصحي اللي هو البروتينات والخضروات والنشويات الطبيعية الكويسة بحاجات بتديني نفس الطاقة بتاعتها بس بقيمة غذائية فاضية. هي فيها سعرات فقط لا غير، مفيش قيمة غذائية تماما. هي فيها نسبة دهون، نسبة نشويات بترفع سكر الدم، بتعلي مستويات الانسولين، وبالتالي الحرق بيقل وبيضيع كل اللي احنا بنعمله طول الاسبوع. فسبحان الله نركز عشان النتيجة بتبقى مختلفة ب 180 درجة. عشان كده قيسوا بقى عليها الحاجات التانية بقى اللي احنا ممكن ناخدها كمسكرات، حلويات، ان انا ابدل مثلا عيش البلدي بعيش ابيض، ان انا ازود في حاجات المسكره، الصوصات اللي ممكن تتحط، كل دي ممكن تدمر لك النظام الغذائي اللي انت ماشي عليه عشان تخس. فبالتالي لازم تاخد بالك، لان الحاجات دي هي اللي بتعطلنا لما بنيجي نعمل دايت.